السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله بقى النهارده هنروح نشتري لوازم من المطبخ، وكمان هشتري حاجات للعرايس لاخواتي، وهنبتدي النهارده وكمان هنعمل غدوة جميلة جدا جدا ولا الوليمة. زي ما انتم شايفين كده صواني، دي صواني خشب عاملة 270 جنيه، وعندنا الطقم الستانلس ده شفشق والكوبايات بتاعته بالحامل بتاعها عاملة 150 جنيه، وعندنا هنا المج الواحد عامل 35، وبتاعت الشوربة 40 جنيه، وعندنا ده طقم مجات عامل 220 جنيه، وطقم الشوربة عامل 220 جنيه، وعندنا طقم القهوة دوت عامل 130 جنيه، وطقم الكاسات عامل 300 جنيه. طبعا الخامات دي تركي. تعالي بقى للجمال والحلاوة. عندك الكوبايات اللي هي بتاعت المية دي بتاعت العرايس، شايفة اللون الجميل، عاملة 175، والزغنطوطة دي عاملة 175 برضو، ودي بقى اغلى. الصغيرة دي برضو الصغيرة دي عاملة 175. طبعا يا جماعة الحاجات دي خامات تركي، حاجة نظيفة حاجة عالية طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا ده انت ممكن تجيبي وتعمليه اللي هو يبقى اطقم فوق بعضها، ده عامل 125 جنيه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا طقم المجات دوت عامل 275، وطقم القهوة ده عامل 220. وطبعا الحاجات دي بقى اللي انا جبتها ليا، جبت الصفايات دي عاملة 35 جنيه. طبعا نوع ستانلس حاجة نظيفة. وجبت كمان اللي هي شيالة البطاطس على النار، اللي هي اللوازم من على النار، طبعا جايباها جميلة ونظيفة يعني حلوة، عشان كذا مرة غيرها ما تكملش معايا. جايباها غالية، جبتها ب25 جنيه. وجبت المضرب السيليكون، طبعا انتوا عارفين ان المضرب بتاعي باظ، فاضطريت ان انا اشتري واحد تاني مكانه. ادي بقى دي تنفع شيالة للتورته، وفي نفس الوقت شياله للوازم يعني بتاعت الاكل، اللي هي المكرونه بشاميل والحاجات دي زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الاسباتيولا لا غنى عنها. طبعا انا مش عايزه اقول لكم ان الاسباتيولا دي غيرتها فوق 3 4 مرات، جبتها ب25 جنيه، بس النوع ده ماركه نضيف. تعالوا بقى نعمل الغدوه بتاعتنا النهارده. بقى هنعمل اكله محشي بقى، وليمه زي ما انتم شايفين كده. طبعا هنعمل كوسه وورق عنب وبتنجان، قورت الكوسه وقورت ورق عنب وبتنجان. طبعا انا عملت المحشي ده معاكم قبل كده، الخلطه بتاعتها عملتها معاكم قبل كده، وعملت المحشي كذا مره. فانا قلت بقى مش كل شويه هتروحي جايبه لهم بقى المحشي يعملوه ازاي، هم عارفين خلاص. زي ما انتم شايفين كده ابتديت ان انا احشي البتنجان والكوسه كده زي ما انتم شايفين، وهخلصهم ونبتدي ان احنا نحشي ورق العنب. يعني مش عايزه اقول لكم ان ورق العنب بيبقى اصعب بكتير من الكرنب بياخد ما بياخدش مساحه، يعني ما بياخدش وقت خالص. يعني البتنجان وفي تقويره وفي عمايله بياخد وقت. فانت لو حابه ان انت تعملي البتنجان اعملي من بالليل يعني قوريه من بالليل. طبعا انا بحب بقى الفلفل الحراق بقى اللي هو بيبقى محشي ده، بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى مشطشط بقى وجميل، بيبقى طعمه حكايه. طبعا هبتدي ان انا اخلص الكوسه كلها والبتنجان كله طبعا، واكون ماسكه الفراخ بقى غسلها غسله حلوه، واروح متبلها ببصله، افرمها فرمه حلوه مع فلفل اسود وحوايج، وطبعا اروح حاطه خل وليمون ومقلبهم كويس، واروح حاشيه بيها الفراخ بتاعتنا من الورك من جوه ومن بره، علشان خاطر تدي الطعم اللي احنا حابين نطلعه فيها. بعد ما اعمل الفراخ بالطريقه دي هبتدي ان انا اشوحها على البوتاجاز، واحط عليها ميه سخنه لحد ما تتسلق زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا خلاص كده اخلص كل اللي انا عملته. هبتدي نعمل الورق العنب بتاعنا، نبتدي ان احنا نخلصه. هبتدي ان انا اوزع الرز بالشكل ده عشان اسرع في الحشو بتاع ورق العنب.
هو الورق العنب ده بقى مش عايزه اقول لكم متعب جدا في عمايله. طبعا احنا بقى انا المره دي هقدم المحشي بطريقه مختلفه جدا، هقدمها ولا المندي. يعني ايه؟ يعني هقدمها في سرفيس كبير، في صينيه كبيره جدا، وهحط فيها المحشي بطريقه اللي هي عشوائيه كده. بس مش عايزه اقول لكم كان شويه محشي زي العسل يستاهلوا بقكم. هبتدي ان انا اخلص ورق العنب كده زي ما انتم شايفين، كده. اخلص ورق العنب بقى بتاعنا، وابتدي بقى ان انا ارصه بعد ما اخلصه في الحله بتاعتنا، علشان خاطر طبعا نبتدي ان احنا نصب عليها الشوربه. طبعا انا ما بسويهوش الا لما جوزي بيقرب يعني قدامه ساعه كده، فابتدي ان انا اتدلع بقى في تسويه المحشي عشان خاطر يطلع سخن، لان احنا ما بنحبش ناكل المحشي بارد زي سخن، بيزعلوا الاولاد لو كلوه بارد بيزعلوا. زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اخلص ورق العنب. طبعا انا سلقاه ومنضفاه ومخليه زي الفل، وان شاء الله بقى الفيديو الجاي باذن الله هوريكم طريقه جميله جدا وجديده لتخزين ورق العنب. شايفين انا كده بنجز، يعني انا لما بعمل كده بصراحه بلاقي نفسي بنجز بسرعه وبخلص، لاني في اليوم ده انا كنت متكربسه يعني مضغوطه جدا. رحت جبت طلبات وجبت حاجات لوازم لاخواتي. بس بقى طبعا الحاجات اللي جبتها لاخواتي خليها مفاجاه كده ان شاء الله لما ان شاء الله كده ربنا يكرمهم كده ويتجوزوا، هبقى اصور لكم كل حاجه ان شاء الله وهنزلها لكم في القناه بتاعتي باذن الله. هبتدي ان انا اخلص البتنجان كده خلص خلاص. هبتدي ان انا اشوف الشوربه طبعا بتاعتنا، ونروح حاطينها على المحشي ونسويه على النار، ونقلي بقى الفراخ الجميله بقى بتاعتنا. شايفين الفراخ؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ طبعا حطيت لها بقى معلقه صلصه كده من على الوش كده. بصوا الجمال والحلاوه، مفيش بعد كده جمال. والريحه مش عايزه اقول لكم جنان جنان الجنان جنان، يعني بصراحه حاجه فوق الوصف. محشيه بقى بطريقه جميله. وطبعا انت لما بتحشيها بتسيبها في التلاجة شويه لحد ما تشرب من تتبيلتها، بعد كده بتطلعيها شواحيها وتروحي نازله عليها بالميه الايه السخنه زي ما انتم شايفين كده. خلاص هغطي بقى الحاجه واسيبها بقى ايه. خلصنا كده ادي الفراخ. هبتدي ان انا اطلعها ونبتدي ان احنا نعمل المحشي بتاعنا، نفضيه في الصينيه بتاعتنا. ادي شايفين المحشي؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ طبعا هحط الفرخه التانية جنبها. ده كان حته من الدبوس، يعني مش دبوس اللي هي فوق الدبوس اللي هي مسمينها مش عارفه ليها اسم غريب كده. زي ما انتم شايفين كده هروح رصه بقى عليها الفرخه التانية. وشايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شوفوا الجمال والحلاوه بقى، والطعامه بقى حاجه ايه تشرف فعلا. ادي المحشي وادي الكوسه وادي البتنجان. طبعا حطيتها بطريقه عشوائيه، وقعدنا بقى انا والاولاد وجوزي بقى زطنا. يا رب يكون فيديو عجبكم بقى، ما تنسوناش باللايك. مع السلامه.